بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كوره الجمهور. الجمعه المليئه بالكواليس والاخبار والمعلومات. طيب خلينا نبدا سريعا مع المنتخب والقائمه اللي عرضها روي فيتوريا لمواجهتي جيبوتي وسالارينا اللي هتكون في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. خليني اقول لك عزيزي المشاهد القائمه سريعا واللي بتتكون من محمد الشناوي، محمد صبحي، احمد الشناوي، عمر كمال عبد الواحد، ومحمد هاني، ورامي ربيعه، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، واحمد فتوح، واحمد سامي، وعلي جبر، طارق حامد، ومروان عطيه، ومحمد النني، امام عاشور، محمود حماده، وحمدي فتحي، ومصطفى فتحي، وحسين الشحات، وتريزيجيه، ومحمد صلاح، ومحمد شريف، وعمر مرموش، ومصطفى محمد. طيب دي القائمه اللي عرضها روي فيتوريا. القائمه دي لقت من الانتقادات ما لقت بسبب ضم احمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك. طيب رد روي فيتوريا على الانتقادات دي ايه؟ رد صريح وصارم، وهو انا بضم اللعيبه اللي بشوفها الاصلح للمنتخب وللفرقه في الوقت الحالي. ليس لدي اي مشاكل مع الانديه، ولكن هذه هي رغبتي الفنيه. ده الرد والرد القاطع لروي فيتوريا. من المنتخب الى نادي الزمالك، تفاصيل واخبار مهمه في القلعه البيضاء بعد الفصل السريع اللي جاي. طيب عزيزي المشاهد، خليني اقول لك ماذا عن موقف فتوح مع نادي الزمالك. خليني اقول لك عزيزي المشاهد القصه والحدوته من الاول. القصه بدات بغياب احمد فتوح عن معسكر نادي الزمالك امام نادي زد، واللي خسر فيها نادي الزمالك. طيب حصلت مكالمه هاتفيه ما بين احمد فتوح وما بين شيكابالا قائد نادي الزمالك. خلينا احكي لك الحدوته ازاي، والمكالمه الهاتفيه ما بين فتوح وما بين شيكابالا حصلت ازاي. شيكابالا كلم فتوح في التليفون، قال له يا احمد فتوح انت فين؟ يا فتوح انت فين؟ قال له انا بره وهاجي بكره. نصا كده شيكابالا رد عليه قال له احنا معانا معسكر دلوقتي ولازم تكون حاضر فيه. شيكابالا في الوقت ده معرفش ولا اداره نادي الزمالك ولا الجهاز الفني، وهو ده الموقف اللي بيقوم به القائد. طيب شيكابالا قال له انا لازم اكمل سهرتي وبكره هكون موجود في المعسكر. شيكابالا عرف الجهاز الفني وعرف مجلس الاداره، ومجلس الاداره جاء رد منه سريعا على احمد فتوح، قال له ما تجيش المعسكر، انت موقوف. احمد فتوح بعد القرار ده ما راحش المعسكر. رد من مجلس الاداره بوقف فتوح وتجميد اللعب وعرضه للبيع. جاء رد فتوح بايموشن ضحك على الانستجرام، مما اثار غضب مجلس اداره نادي الزمالك. طيب الموقف بتاع اللاعب ايه حاليا؟ هو موقف عرضه للبيع هو ومصطفى الزناري ومحمد صبحي. طيب محمد صبحي قام بالاعتذار لمجلس الاداره والجماهير. حتى الان الاعتذار لم يقبل من مجلس الاداره، ولكن بنسبه كبيره هو سيقبل الاعتذار من محمد صبحي. ولكن احمد فتوح هو حاليا خارج حسابات نادي الزمالك، وهو ايضا خرج من حسابات نادي الزمالك. تعاقد احمد فتوح هل هو مع النادي الاهلي ولا مع زد؟ هو حاليا بنسبه كبيره مع النادي الاهلي بقياده المهندس عادل القيعي. في تصريحات مهمه على الناحيه الثانيه، هل تعاقد نادي زد مع احمد فتوح؟ خرج علينا رئيس مجلس اداره نادي زد بتصريحات لم يقوم نادي زد بالتعاقد او توجيه اي تعاقدات او تفاوضات مع نادي الزمالك لضم احمد فتوح. إذا التعاقدات الوحيدة التي تعمل حتى الآن وهي تعاقدات نادي الزمالك مع النادي الأهلي مع أحمد فتوح. طيب ده تراك رقم واحد. التراك الثاني وهو المدير الفني. يوجد أكثر من مدير فني معروض على طاولة نادي الزمالك ومجلس إدارته. الاسم الأول وهو كريستيان جروس اللي حصل مع نادي الزمالك على الكونفدرالية وعلى السوبر الأفريقي. الاسم الثاني وهو الكابتن شوقي غريب. الاسمين معروضين على طاولة نادي الزمالك، ولكن الأقرب هو الكابتن شوقي غريب. هتقول لي ليه؟ هقول لك الكابتن شوقي غريب هو الاسم المصري الوحيد اللي ظاهر وصاحب خبرة وعارف
الصعوبات اللي بيمر بيها نادي الزمالك. هتقول لي ما في اكتر من مدرب، هقول لك لا، مجلس اداره نادي الزمالك اقر وشايف ان الاسم ده والكابتن شوقي غريب هو الاصلح لنادي الزمالك. راي الجمهور هو كريستيان جروس قولا واحدا لما حصل عليه كريستيان جروس من بطولات مع نادي الزمالك. ده موقف المدير الفني. هتقول لي انت رايك ايه؟ هقول لك رايي الحقيقه هو كريستيان جروس قولا واحدا، لانه كريستيان جروس جه في نادي الزمالك ولعب مع نادي الزمالك واخذ بطولات مع نادي الزمالك، واهمها بطوله الكونفدراليه وبطوله السوبر الافريقي. ده رايي فيما يخص المدير الفني لنادي الزمالك. ده بما يخص نادي الزمالك واخباره وكواليسه. بعد الفاصل السريع اخبار وكواليس في القلعه الحمراء. طيب سريعا كده خلينا ندخل في اخبار وكواليس النادي الاهلي. الخبر والتراك الاول وهو بما يخص الصفقات الشتويه للنادي الاهلي، وصفقه المهاجم السوبر اللي دوشت الدنيا. هل موديست هيرحل؟ موديست قاعد؟ هل النادي الاهلي يقطع اعاره احمد القندوسي؟ هل في مهاجم سوبر اجنبي؟ هل في مهاجم سوبر مصري؟ كل ده هنقوله وهنحكيه وهنتكلم عنه. طيب الخبر الاول، هل موديست سيرحل عن النادي الاهلي ام هو باقي في النادي الاهلي؟ قولا واحدا وهو اقتناع من مارسيل كولر، موديست باقي في النادي الاهلي. طيب هل سيتم قطع اعاره احمد القندوسي؟ قولا واحدا لا، باقتناع من مارسيل كولر بان اللاعب لديه قدرات كبيره جدا، ولكن مارسيل كولر عاوز يديه الفرصه الكفايه في نادي سيراميكا كليوباترا. طيب هل في مهاجم سوبر سياتي الى جدران القلعه الحمراء؟ قولا واحدا نعم، وفي الانتقالات الشتويه القادمه. طيب الاسماء المعروضه مين؟ الاسم المعروض الاول وهو وليد أزارو اللي بيلعب مع نادي عجمان الاماراتي. الاسم الثاني احمد امين اوفا لاعب نادي انبي. طيب الاسم الاقرب مين؟ الاسم الاقرب من حيث اراده الجماهير وهو وليد أزارو، لما وجدوه فيه من موهبه في الهجوم، ولما وجدوه فيه من سرعات وانطلاقات وتهديف للاعب في الهجوم. طيب الاسم الاقرب لاداره النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه اللي جايه وهو احمد امين اوفا، وهقول لك السبب هو المغالاة الماديه اللي طلبها نادي عجمان الاماراتي من النادي الاهلي. هتقول لي ما هو ممكن انبي يطلب فلوس اكتر من نادي عجمان؟ اقول لك لا، مهما كان انبي بيعامل معامله الجنيه المصري والعمله المحليه ليك، لكن نادي عجمان الاماراتي بيعامل معامله الدولار العمله الصعبه. مهما كانت المغالاة الماديه من نادي انبي لن تكون بنفس المغالاة الماديه من نادي عجمان الاماراتي. ده بما يخص اخبار وتفاصيل وكواليس النادي الاهلي. كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوفك على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.